هنعمل النهاردة ماسك هيعالج حبوب الوجه والمسام الواسعة وكمان حروق الشمس، وكمان هيفتح البشرة بتاعتنا وهيخليها يعني تبقى صافية كده ونظيفة وكلها جاذبية وحيوية. يلا بينا نشوف ايه هو الماسك بتاعنا وبيتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. اللي اول مرة يشوف القناة يا ريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس وما تنسوش اللايك. النهاردة هنعمل مع بعض ماسك جميل جدا منظف للبشرة وهيخلي بشرتك كلها جاذبية وحيوية خصوصا الوجه، وكمان هيعالج حب الشباب والمسام الواسعة وحروق الشمس. يلا بينا نشوف ايه هي مكونات الماسك بتاعنا وطريقة استخدامه. اول حاجه اجيب البوله بتاعتنا واحط فيها معلقه من النشا، والنشا بتفتح البشره وتنضفها وكمان بتشيل المسام الواسعه اللي موجوده في بشرتي. تاني حاجه هضيف معلقه صغيره من زيت الزيتون. زيت الزيتون بيدي ترطيب جميل جدا للبشره وبيعالج الالتهابات اللي موجوده وبيفتحها برضه. بعد كده بضيف ميه دافيه مش سخنه عشان اعمل معانا الماسك بتاعنا، وابتدي اقلب الماسك بالراحه عشان النشا بتاعتنا ما تنشفش مني ومعرفش احطها على بشرتي. الماسك النشا بالذات عايزه هدوء. طبعا ممكن تزودي النشا على حسب احتياجك. دلوقتي الميه زادت فانا هزود النشا. وابتدي احطها على وشي او بشرتي لمدة تلت ساعة. بعد كده بغسل البشرة بتاعتي او وشي بالمية الدافية من الحنفية. ممكن نستخدمها بطريقة تانية، ان انا بعجن النشا لوحدها وبعد كده بدهن بشرتي بزيت الزيتون، او احط زيت الزيتون الاول على بشرتي او على وشي، بعد كده بعجن النشا بالمية الدافية وبضيفها على زيت الزيتون على الوجه. الطريقتين صح، سواء كده او كده الاتنين صح. ممكن اضيفهم على الوجه او اي مكان عندك فيه حب شباب او مسام واسعة، او عايزة بشرتك كده تبقى كلها نضارة وحيوية وصافية مفيهاش اي عيوب او مشاكل. جربوا الماسك بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت اشتراك وشير ولايك للقناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.